ببضايه واحده بس عملنا 20 وحده كب كيك هش جدا وفلافي وطعمه غني قوي. وهقول لكم المكون اللي بيدعم طعم الشوكولاته جدا فيه، مناسب جدا للاطفال في اللانش بوكس، ومناسب لحفلات في الحضانه، ومناسب في حفلات عيد ميلاد، رحلات. بيرمي معاكي كميه حلوه جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق، وزنهم 210 جرام، هنزل عليهم برشه ملح. حط عليهم معلقه صغيره من البيكنج صودا، ودي مهمه جدا في اي كيك فيه نسبه كاكاو كبيره. هنزل عليهم بمعلقه كبيره من البيكنج باودر، انا بستعمل النوع ده بالشكل ده. وبعد كده هنزل بنص كوبايه من الكاكاو الخام الغير محلى، كاكاو اسباني اللي هم 50 جرام. هنخل كده الكاكاو، وكده تكون انا جهزت المواد الجافه مع بعض. هقلبها كده وهركنها على جنب واجهز المواد السائله. معايا بيضايه واحده وعليها طبعا نقطتين من الفانيليا السايله. معايا كوبايه سكر بني او كوبايه سكر ابيض، زائد معلقه من العسل الاسود حولنا لسكر بني. انا على فكره مستخدمه سكر ابيض وحط عليه معلقه من العسل الاسود. بقى بالشكل ده بقلب البيضايه مع السكر كويس جدا بالويسك او في خلاط او في مضرب كهربائي لحد ما احس انه اندمجوا مع بعض. هبتدي بعد كده انزل بنص كوبايه من الزيت 100 ملي، واقلب الكلام ده كله كويس، كله وانا واقفه شغاله. يا جماعه الموضوع ما بياخدش ثواني معدوده وانتي واقفه. بقلب كده كويس، وبعد كده هنزل بالزبادي. معايا كوبايه الا ربع من الزبادي، وزنها 170 جرام. وهبتدي ان انا اقلب الزبادي مع المواد دي كلها لحد ما احس ان هما اندمجوا. هنزل بعد كده بالمواد الجافه بتاعتي اللي انا جهزتها معاكم، وهبتدي ان انا اقلب. طبعا هنا الخليط هيكون معايا تقيل بالشكل ده. كده انا لسه مخلصتش المواد السايله بتاعتي. هبتدي ان انا اضيف بقى اخر حاجه كوبايه الا ربع من الحليب السخن 150 ملي، عليها معلقه من النسكافيه سريع الذوبان، وده اللي بيدعم طعم الشوكولاته جدا جدا معايا. نسكافيه بيدعم لي طعم الشوكولاته، بيخليها رائعه. هقلب الكلام ده كله مع بعض، وهبتدي ان انا انزل باخر حاجه الشوكليت شيبس، وده اختياري. ممكن ما تحطوهوش في قلب الكيك، وممكن تحطيه على الوش براحتك خالص، ممكن ما تحطوهوش خالص. المهم ان انا حطيت حوالي نص كوبايه من الشوكليت شيبس، وهبتدي ان انا اصب الكلام ده كله في صينيه الكب كيك بتاعتي، وانا حاطه طبعا فيهم ورق الزبده. انا الكميه بتاعتي عملت معايا 20 وحده، يعني دي بس كده مش كميه كلها، لا في كميه تانية. خبزت دول وعملت كميه تانية، وفي الوش كده حطيت شوكليت شيبس بالحليب. وهخبزها في درجة حرارة متوسطة 180 رف أوسط، بتقعد حوالي 20 دقيقة ل 25 دقيقة، وبتستوي معايا وبتطلع بالشكل حضراتكم شايفينه ده. ما شاء الله بريحتها تحفة جدا، ريحة الشوكولاتة، ريحة النسكافيه فيها. الكيك طعمه رائع وريحته في منتهى الجمال. تعالوا نشوف بقى الكمية اللي خرجت. ما شاء الله تبارك الرحمن، 20 قطعة من الكب كيك. تعالوا بقى نفتح من جوه ونشوف الجمال ده قد ايه هي هشة، وببضاية واحدة قد ايه هشة وقد ايه طرية. والشوكولاتة طعمها تحفة تحفة فيه، مع طبعا النسكافيه. بجد بجد يا جماعة رهيبة رهيبة، وطبعا مش مكلفة، وصفة اقتصادية نوعا ما. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. لو انتوا عندكم مناسبة او حفلة هتوفر معاكم كتير جدا. بس كده، وده فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا لكم.